السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا صقارين؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد في الجبل، والنهاردة اليوم مليان مفاجآت ومليان كوميديا، وهتشوفوا معانا النهاردة حاجات جديدة خالص. النهاردة نزلنا الجبل على طول. كان معانا سيادة العميد عاطف، وكان معانا طيرتو سدرة. والنهاردة العمدة مهدي هيتكفل بتدريب إعصار. زي ما انتم شايفين سدرة واقفة على الجبل اهي، ومعانا سيادة العميد وكابتن حسن وابنه عبده معانا واقفين مستنيين سدرة تحت. وكانوا فاكرين ان اعصار هتنزل للسدرة، ولكن انا قلت لهم ان الطيارة مش هتنزل، وان اعصار اقصى حاجة ممكن تعملها وانا طالع ليها الجبل ان هي تحول فوقي. وفعلا اعصار عملت كده. زي ما انتم شايفين انا بدأت اطلع الجبل ليها، وهي هتبدأ ان هي اول ما اقرب منها تبدأ تطير وتعمل دورانات قريبة مني، بحيث ان هي شايفة ان معايا الاكل، فهي مستني ان انا انادي عليها عشان تجيلي. طبعا للناس قبل ما تسأل ليه سدرة واقفة على الجبل كده وهل هي مفكوكة ولا لا، فلا يا جماعة، سدرة لسه ما اتفكتش. احنا لسه بنظبط ميزانها علشان تتفك ان شاء الله، وباذن الله هتتفك الموسم ده بدري برضو. وليه واقفة على الجبل كده؟ فهو سيادة العميد كان معودها ان هو مجرد ما بيروح بيبقى رابطها بحبل وبيفكها تاخد راحتها هناك في المكان. فهي طبعا واخدة على المكان العالي ده، بتطلع تقف فيه على طول. فاحنا سيبناها وهنطلع ندرب اعصار فوق الاول، وبعدين نرجع لها تاني نشوف تدريبها عامل ايه. وهنا زي ما قلت لكم وزي ما شفتوا اعصار فضلت تعمل دورانات او بتحوم تحويمه بسيطه، ما بعدتش ولا راحت ناحيه صدرها. هي مجرد ان هي قريبه من المكان اللي انا بطلع فيه بس مش اكتر، وده اللي كل مره بتعمله زي ما شفتوا في الفيديوهات اللي فاتت. زي ما انتم شايفين ما شاء الله اللهم بارك، اعصار يعني كانت مبدعه في التحويم والدنيا ممتازه معاها. فانا ناديت على العمده مهدي، اعطيته الدس والشنطه اللي فيها الاكل عشان يبدا يدعيها ويكمل معاها التدريب. روح هناك بس ما تدعيش. هنا اعصار هجمت على مهدي، واول ما لقيت ان هو مش لابس الدس ومش معاه اكل نزلت جنبه. هتبصله شويه، ولما تلاقي مفيش اكل خالص هتروح مكمله تحويم تاني زي ما هتشوف دلوقتي. يلا انت اقف بقى، اقف بقى، اقف في دي. للي لاحظ منكم دلوقتي شدة نزول إعصار يعتبر هجوم، ما يعتبرش دعوة على الدس. وده ليه؟ الناس القديمة هي اللي هتبقى فاهمة. الطير ميزانه نازل عن الطبيعي شوية، فبالتالي بيبدأ يهاجم الراعي علشان ياخد منه الأكل. فإعصار لأنه وزنها نازل النهاردة عن كل مرة بدأت تهاجم في مهدي. يا ابني خد اللقطة اللي بقولك عليها.
هنا العمدة فرد ايده علشان ياخد لقطة زي اللي عملناها المرة اللي فاتت، ولكن زي ما قلت لكم لان اعصار جعانة جدا، مجرد ما فتح ايده راحت نازلة عليه على طول علشان تاكل منه الاكل. لما لقيت ان معهوش اكل في ايده هجمت عليه. هنا خلع الدس من ايده علشان تسيبه وتبدأ ان هي ايه تكمل طيران. اكلها حتتين كده عشان تهدى. وهنا محاولة تانية من إعصار لمهدي إن هو يديها أكل، بتحاول تنزل عليه بسرعة علشان يرمي لها الأكل أو يديها الأكل على الدس، ولكن برضه مفيش فايدة. هتهجم عليك كتير. لف جسمك. استنى بقى، طالما طلعت خلاص بقى يا عم، طالما طلعت خلاص. عايزكم بقى تركزوا قوي في اللقطة دي. اعصار نزلت على ايد مهدي وهو ممعوش اكل في الدس، فمجرد ما تبص تلاقي مفيش اكل في الدس هتضربه برجلها في ايده. خدتوا بالكم؟ ضربته برجلها في ايده في المنطقة اللي ما فيها، اللي هو مش لابس فيها دس. وهنا هو مهدي حاول يقرب عشان يوريني الخبطة، هي عملت ورم بسيط لكن ما بانش في الفيديو. انا حاولت ان انا اصورها، هي لونها احمر والجلد يعني منفوخ كده شوية لكن ما بانتش في الفيديو. لا استنى بقى، هنا بقى بدأ الهجوم الفعلي من إعصار على مهدي. خلوا بالكم من اللقطة الجاية دي. اهرب على فين؟ اهرب على فين؟ اهرب من تحت عقب الباب؟ مش هيجي على مقاسي. يا نهار اسود ومنيل. ورغم ان هو يعني مش لابس الدس وماسك الدس في ايده الا انها هجمت عليه. وهنا مهدي قلق بصراحة ومرضيش ان هو يكمل تدريب مع عصر. ايه اللي حصل؟ مش في بطنك بس. في اكل. وهنا بدأ يجري بيها علشان يرميها من على الجبل، ولكن هي شافت قطعة أكل في الأرض فنزلت وراحت كلتها. طبعا هو عمل حركة غلط، لأن هو علشان يحدف الطير عشان يحوم المفروض يبقى ماسك السبوق كويس ويرميه بالسبوق، لكن هو ما كانش ماسك السبوق وبالتالي الطيرة نطت من على ايده وما كملتش تحويم معاه. ليه؟ لا اتعود عشان تتعود عليك، اتعود عشان تتعود. اسمع، ما كانت بتعمل معاك كده في الأول، كانت بتعمل معاك كده في الأول يا ابني. اصبر، كانت بتعمل معاك كده في الأول وخدت عليا. اصبر مش دلوقتي. انا رحت هناك هتيجي تنزل على طول عليا. لا ما تروحش. صح. خليك واقف بقى، ما البس الجوان ده عشان اول ما البس هتلاقي تقعد. هنا مهدي يدوب خلع الدس، ليها هجمت عليه خدت الدس من ايده سابهولها ومشي، فاضطريت انا اتدخل علشان اخد منها الدس واكمل تدريب انا بقى. وما كنتش لحقت البس الدس، لقيتها هجمت عليا جامد زي ما انتم شايفين كده، فصديتها بالدس عشان ما تعورنيش. وبعدين طلبت من مهدي يديني الشنطه اللي فيها الاكل، عشان كده هضطر ان انا اكمل التدريب للاخر.
وهنا هتلاحظوا ان عشان احدف الطير في الهواء مسكت السبوق كويس وبعدين رميته جامد، وعشان كده الطير عالي لفوق وبعد جامد، ودي الرمية الصحيحة للطير في الجو. وهنا حاولت تهجم عليا وتفرض سيطرتها بحيث ان هي تاخد الاكل مني، ولكن انا بعرف اعمل كنترول كويس عليها وبعرف اتحكم فيها، وبالتالي مش هينفع معايا موضوع الهجوم ده زي ما نفع مع مهدي. صار يا غدار، ده انا صاحبك واخوك. ليه كده يا اخي؟ تيجي في وش الكاميرا على طول. ليه كده يا قلب اخوك؟ عايز تموتني؟ عايز تموت. هنا رجعت تهجم تاني، وده كله يا جماعة بسبب نزول الوزن بتاعها. هو في الطبيعي يعني منزلش جامد، ولكن نزل عن كل مرة بندرب فيه. وده يعلمك حاجة مهمة، ان ميزان الطير اهم من اي حاجة. طول ما الطير ميزانه مظبوط، لا هو عالي ولا هو نازل، هتلاقي استجابة الطير ممتازة. اما لو الطير ميزانه عالي هتلاقيه بيوقف يتفرج عليك ومش راضي يجي ولا راضي يطير، ولو ميزان الطير نازل هتلاقيه فيه شراسة عالية وبيبدأ يهجم عليك ويهاجم اي حد موجود. تنزل قفلت عليه. والله قفلت عليه. قفلت الاخوان كلها. ملحقتش، ده طيارة. ودي كانت اخر دعوة الاعصار، وبكده نكون خلصنا تدريب النهاردة، وهننزل نشوف سيادة العميد عمل ايه مع سدرة، وان شاء الله خير. السلام عليكم يا سيادة العميد. وعليك شغال سيبني في حالي، بنت الكلب دي عندنا عليا برضه. ازيك يا سيادة العميد؟ يلا تعال يلا. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. الحبل الحبل سيادة العميد ده سبحان الله حظه حلو قوي، الله اكبر. روحي امسك اروح مش مظبوط. جت على بوزك.
طبعا من اهم المشاكل اللي بتقابل الهاوي وهو بيدرب الطير بتاعه وهو مربوط زي ما انت شفتوا كده، ان ممكن الحبل يتشنكل او يتكعبل في اي حاجة فيعطل الطير او يوقعه على وشه، وبالتالي الطير بيبدأ يفقد الثقة وان هو يروح لصاحبه او راعيه، فبيبدأ يخاف والاستجابة بتقل. طبعا زي ما انتم شايفين سيادة العميد قاعد يحاول معاها كتير ان هي تيجي ورفضت انها تيجي، ولما بدأنا نبحث في المشكلة ونعرف ايه سبب المشكلة اكتشفنا حاجة مهمة قوي، وهي ان وزن الطير واقع جامد، وده سبب كبير يخلي الطير تعبان ومش قادر انه يروح لراعيه. فقررنا ان احنا نرفع وزن الطير شوية وبعدين نبدأ نحاول ندربه بعد بكرة. فهنأكل النهاردة وهنأكل بكرة وهنجرب بعد بكرة ونشوف الدنيا فيها ايه. وطبعا المحاولة الجاية ان شاء الله هتكون متوثقة في فيديو جاي بإذن الله، علشان نتابع حالة صدرها مع بعض ونشوف تطورها من الانتكاسة لحد الرجوع والاستجابة الكويسة ثم الفك بإذن الله. وبرضه هسيب لكم فيديو دلوقتي لمستوى صدر القديم كان عامل ازاي، علشان انتم مشوفتوش مستواه الكويس قبل الانتكاسة دي. كده يا شباب نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكومنت وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس، والأهم من كل ده تصلي على النبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.